بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عشاق هاتها من الشبكة، الأول نبدأ كلامنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد كما تعودنا معكم. سيف زاهر يعلن مفاجأة من العيار الثقيل، عودة الهارب أو الخاين للأهلي من جديد، فجأة القرن الأهلوية وكهربا غفل الزمان. أول كده صلي بينا على النبي ثم اللايك ثم الاشتراك في القناة. تعال نخش في موضوعاتنا على طول. دلوقتي النادي الاهلي عنده ماتش مهم غدا، بعد غد الجمعه امام شباب بلوزداد الجزائري في الجزائر. الماتش الاولاني كان ماتش الذهاب هنا كان في القاهره، انتهى بالتعادل. في مفاجاه من العيار الثقيل، شباب بلوزداد الجزائري تعادل مع الاهلي في القاهره على ملعبه وسط جمهوره. فالاهلي حاطط عينه على الثلاث نقاط ولا بديل عن الثلاث نقاط لهذا اللقاء. انا بقول لك من دلوقتي الاهلي هيكسب رغم الغيابات الكثيره. الاهلي عنده غيابات حوالي 10 لعيبه عن هذا اللقاء، ابرزهم اليو ديانج وصفقه الاهلي الجديده وسام ابو علي بسبب الاصابه. فمحمد الشناوي طبعا، لكن مصطفى شوبير هيبقى حارس مرمى ان شاء الله يوفق. عندنا في راس الحربه كهربا هيلعب على موديست، كهربا اساسي لان كولر مقتنع بكهربا، فمفيش اي مشكله. والاهلي بمن حضر، فماتش صعب، لكن بقول لك الاهلي هيكسب. عندي احساس الاهلي هيكسب هذا اللقاء. طيب ده بالنسبه لماتش الاهلي وشباب بلوزداد بعد غد الجمعه في دوري ابطال افريقيا. طيب في ايه تاني؟ في ان كهربا سيف زاهر قال لك من الكواليس كهربا مكمل الموسم كامل مع الاهلي من غير ما يدفع مليم للزمالك، والموضوع مطول. وبيان المحكمة الرياضية الدولية اللي طلع او اللي اصدرته من اسبوع تقريبا او 10 ايام، وقالت لك عندنا جدول القضايا ما فيهاش قضية كهربا لحد شهر مايو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كهربا بيلعب لنهاية الموسم عادي مع الاهلي في افريقيا والسوبر والكاس والدوري وكل البطولات لنهاية هذا الموسم الى ان يجد جديد. فسيف زاهر يعلنها خلاص، مفيش فلوس للزمالك هذا الموسم من كهربا، وكهربا هيلعب عادي مفيش اي مشكلة خالص. علشان كده حسين لبيب طلع وقال نتمنى ان الاهلي يساعدنا ويدفع غرامة كهربا. طيب تمام. ده بالنسبة لموضوع كهربا. اطمن يا اهلاوي ويا حسرتك يا زملكاوي، لان الزمالك ليه عند كهربا حوالي ما يقرب من 140 120 130 140 150 مليون جنيه عند كهربا. شوف الدولار بكام النهارده، فرقم فلكي. فكهربا طبعا خلاص راجل بيلعب من غير ما يدفع. طيب ده بالنسبه لكهربا. بالنسبه للنادي الهارب، بديل العمري فاروق رحمه الله عليه ربنا يرحمه، الاهلي هيعمل له تكريم بالمناسبه، وفي مرشحين هيتقدموا لشغل او للفوز بمنصب نائب رئيس النادي الاهلي. هيبقى في انتخابات على هذا المقعد. هنشوف بقى في الساعات اللي جايه مين اللي هينزل، كذا مرشح ولا واحد وياخدها بالتزكيه. هنشوف مين هو بديل العمري فاروق رحمه الله عليه، الذي توفى منذ ايام قليله ماضيه. ربنا يرحمه بعد صراع مع المرض. ربنا يرحمه ويرحم امي ويرحم جميع امواتنا يا رب وينصر اهلنا في غزه، يا رب ينصرهم على اللي ما يتسموش باذن الله. ان شاء الله شهر رمضان المبارك يجي ويكون غزه متحرره وغزه عربيه والقدس عربيه باذن الله قادر على كل شيء. ربنا يكون معاهم يا رب. قولوا امين وادعوا لهم. تعالى
الاهلي بيفكر في ضربة موجعة جدا للزمالك، لان الزمالك عاوز اللاعب ده. ناس كتير طلعت تقارير واتكلمت في الاعلام ان اللاعب ده خلاص وقع للزمالك وهينتقل للزمالك، ودي هيكون اول صفقة للزمالك في الميركاتو الصيفي. مين اللاعب ده؟ اللاعب ده الاهلي بيفكر فيه. اللاعب اصلا عارض نفسه على الاهلي، بيقول لك امضي واوقع والعب في الاهلي من غير فلوس. انا ندمان ان انا سبت الاهلي، ندمان ندم شديد ان انا سبت النادي الاهلي، عاوز العب وارجع تاني لبيتي. طيب اللاعب ده عشان يرجع النادي الاهلي، يعني الاهلي ما عملهاش قبل كده ان لاعب يطلع منه، سواء افتكر حسام حسن وابراهيم حسن ما رجعوش الاهلي تاني، عصام الحضري ما رجعش الاهلي تاني، تمام، ابراهيم سعيد ما رجعش الاهلي تاني، تمام. فاللاعب ده انا شايف هيبقى صعب، قرار صعب، بس هل مجلس الاداره الاهلي ياخد المجازفه ويرجعه ولا ايه؟ لان في وسطاء كتير جدا بيتحايلوا على الكابتن الخطيب، كابتن اكرامي. لو نسيب اللاعب نتكلم عن رمضان صبحي. رمضان صبحي عرض وشوبير قال ان رمضان صبحي عارض انه يجي مجانا بس يرجع النادي الاهلي، وهو ندمان انه ساب النادي الاهلي. طب هل رمضان صبحي الاهلي او مجلس الاهلي او جمهور الاهلي هيوافق على عودة رمضان؟ والله الاهلاوي يكتب تعليق. شوف، خاصة ان في كلام قوي جدا ان الزمالك مخلص مع اللاعب، لان اللاعب لو ما رجعش الاهلي الزمالك هياخده في الصيف اللي جاي. وبيني وبينكم رمضان يفيد الزمالك جدا، واضافه سواء انتقل للزمالك او الاهلي، اضافه كبيره، لان رمضان صغير، لاعب دولي كبير، لاعب خبره. لا رمضان يفرق مع اي نادي بصراحه، بحق ربنا يعني. رمضان فنيا تقيل جدا جدا، يعني احمد عبد القادر اللي الاهلي عايز يتخلص منه ده هو وطاهر محمد طاهر، لا رمضان لو جه الاهلي يلعب اساسي، ولو راح الزمالك يلعب اساسي. رمضان تقيل. هل جمهور الاهلي او مجلس اداره الاهلي هيغامر ويكسر القواعد ويرجع رمضان ويوافق على عوده رمضان، ولا رمضان هنشوفه بتيشيرت الزمالك؟ ده اللي هنتابعه معاكم خلال الفتره اللي جايه. لسه طبعا موسم الانتقالات الصيفيه عليه اشهر كتير، لكن الدنيا شغاله من تحت لتحت والتربطات علشان كل فرقه عايزه تجيب صفقات. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.